أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي سيس بلس تي في الأوفياء. نتواجد معكم بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، والمناسبة المعرض الدولي للخشب في نسخته الخامسة تحت شعار فن الخشب تراث يربط بين الماضي والحاضر. وعرفت هذه المشاركة، هذه النسخة، مشاركة عدة دول أبرزها دولة الكوت ديفوار كدولة شرف لهذا الموسم. تفضل عرفني بالاسم ديالك وتحدث لي اكثر على المنتوجات ديالك والمشاركه ديالك هنا في المعرض. مرحبا بكم. انا فوزي الكعبي، اسمي فوزي الكعبي من تونس، حرفي صناعات تقليديه، متخصص في خشب الزيتون. خشب الزيتون يعني اكثر شيء احنا نشتغلوا به في تونس هو خشب الزيتون، لانه الاكثر صحي، يعني أكثرية الناس والزبائن بيفضلوا خشب الزيتون لأنه طبيعي وصحي، كثير صحي، ويدوم لمدة طويلة، لأنه خشب يعني سوليد، يعني كما تقولوا أنتم بالمغربي هنا قاصح، ومزيان. فيه الرماج اللي في خشب الزيتون ما تلقاوش في حتى نوع آخر من الخشب. الياس بن سليمان من تونس، وبالضبط من نابل، ولاية نابل. جينا بحذاكم مكناس في معرض الخشب، أول مرة نجيو نعرض الأشياء متاعنا باش نعرفوا بها ونزوروا المغرب ومغرب بلاد الترحاب وكهو. ماذا بينا نزوروا زاد مكناس، بلاد العربي، التراث. وشنو الانواع ديال الخشب اللي كتواجد عندكم هناك في تونس من غير الزيتون؟ احنا نتشابه كثير في انواع الخشب، تقريبا عندنا كل انواع مثل الموجوده في المغرب، من الكلاتوس يعني لشجره العرعار لشجر. بس الشغل اللي بنشتغلوا فيه احنا بنركزوا اكثر خشب الزيتون، لانه فيه منافع كثيره. والخشب الزيتون كما قلت لك فيه الرماج اللي عنده مزيان واتيرون، يعني بيجلب العين نتاع الزبون نتاع الكليون، ويدوم كثير. يعني هو مش كما انواع الخشب الاخرى تلقى فيها حتى انواع تكون مسمومه توكسيك. هذا يعني بيو 100%، بيو طبيعي 100%. وفي عدة منافع، انه كما قلت لك يعني الزواقة والرماج اللي عنده يكون سبيسيال، ما تقدرش تقارنه بانواع اخرى من انواع الخشب. هي اول مرة بتشارك بالمعرض؟ هو في الحقيقة هذه ثاني مرة. احنا كانت لنا شرف أن شاركنا في الدورة السابقة اللي كانت 2019، وهذه المرة الثانية اللي جينا على مشكورين غرفة الصناعات التقليدية بمكناس اللي عاودوا استدعونا مرة ثانية، وكانت لنا فرصة طيبة باش نتعرفوا على الأخوان يعني الحرفيين، ونتبادلوا الآراء ونتبادلوا الأفكار، ونشوفوا شو المنتوجات اللي عندهم اللي مختلفة علينا، واحنا نوريوهم المنتوج اللي عندنا. وفرصة طيبة صراحة في الملتقى هذا طيب مع الأخوان.
وكي جاوك الاجواء هنا في مكناس في هذا المعرض، واش كاين الاقبال على المنتوج ديالك؟ صراحة الأجواء طيبة للغاية، على كل احنا نحسوا رواحنا في بلادنا هذه، والزبون المغربي هو بصراحة معجب كثير بالمنتوج اللي عندي، وفي يعني عندهم فكرة مسبقة على منافع خشب الزيتون ويحبوه، يعني في إقبال والحمد لله، وإقبال يعني متميز. Je suis Toi Haindayon Epafras, artisan béninois. Je participe au salon international du bois de Fes Meknès et nous sommes vraiment ravis d'être à ce salon, un salon international qui représente près de 12 pays, 11 pays à l'international et le Maroc, le pays organisateur qui nous accueille ici. Et c'est un grand plaisir pour nous de participer à ce salon. Nous avons eu cette opportunité de rencontrer nos frères marocains, les artisans marocains, tout ce qu'ils font ici. Et je dirais plutôt que c'est une rencontre de partage, de connaissances, de notions, de découverte aussi, de nouvelles façons de travailler, les nouvelles des bois qu'on utilisait, que nous on n'utilise pas par exemple en Afrique subsaharienne, qu'on retrouve ici par exemple. Donc c'est une expérience enrichissante et nous tenons à remercier la Chambre de l'artisanat et des métiers de Fes Meknès, et nous, je remercie aussi la mairie de ma ville de Cotonou qui nous a donné cette opportunité d'être présent sur ce salon. Merci. Assalamu alaikum. I am from Pakistan and my name is Said Muhammad Amir. This is product from Pakistan, okay, and this is a rosewood. This is my first time in the exhibition in Meknès and Morocco, and I'm coming here to participate the international trade fair in the exhibition which is calling the wood exhibitions. And I will tell you about for my product. You know, the different countries, they have wood qualities. So my country, they have quality wood, it is calling a rosewood. Okay, and I bring here for the rosewood item, and it is completely handmade and very good quality wood from Pakistan. And international level, we have a very good buyer on handicraft items. Okay, so this is my product, I'm telling about this one. So we have a handmade product, okay. And the best thing, we have a rosewood, they coming good smell, good perfume. So this is that's why I'm participating, and here I can see the good response of people. They're interested, and we need a buyer like Meknès. We should invite to the, you know, the business community to come over here, visit my stand from Pakistani stand, and giving some order, make relations. And from Pakistani government, they're giving very good platform to improve our export and import some item from there. So I need a buyer, and hopefully this platform, I hope so, you know, the good business community can coming over here. So it is good for us, and both government, Pakistani and Morocco government, they give like this platform, you know, each other. If they come over here, so they make trade. So this is very good platform over us. And thanks for the Pakistani government, and thanks for the Morocco government. They both giving us to a good platform to visit all business community.